ضربه مرمى. طبعا سيد عبد الحفيظ كان يعني واقف على الخط هيتجنن. ما علينا ان الكره اصلا كانت يعني اتلعبت وما راحتش للشحات او بس الخطا نفسه يعني شنيع شنيع. ممكن يكون كان في ضربه جزاء لكهربا في الدقيقه 65، ممكن ما كانتش واضحه قوي يعني، ما كانتش باينه قوي. حتى لقطه قفشه الكاميرات ما كانتش جايباها بشكل جيد، الا ان اخر كادر كده جاب ان اللعيب بتاع المنتخب السويس شد قفشه من التيشيرت بتاعه. لكن رامي ربيعه ضيعها برضه، يعني رامي ربيعه دخل وضيعها. طبعا رامي لسه مجدد، وياسر لسه مجدد، وحسين لسه مجدد. كانت مش حلوه ابدا ان رامي ربيعه يخرج المباراه دي مضيع ضربه جزاء، والاهلي لا قدر الله تحصل نتيجه سلبيه. الحمد لله ان ربنا كرم حسين الشحات، معنوياته مرتفعه النهارده، كان حلو قوي ورايق قوي حسين الشحات. والحقيقه ان الاهلي كان عنده النهارده يعني حاجتين هما اللي عطلوا الفوز. اول حاجه